بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل القرص المبسوسه او القرص الطريه. بصوا القرص الجميله، بصوا جميله ازاي، طريه وهشه ومورقه من جوه، وحاجه كده في منتهى الجمال، طعم وريحه وكل حاجه. هتعجبك جدا جدا جدا. بصوا لونها، بصوا لونها من تحت جميل ازاي، بصوا الجمال، ولونها من فوق ولونها من تحت، وبصوا السوا بتاعها جميل جميل جميل. هتجربوا طريقتي دي ان شاء الله ان شاء الله وتدعولي. وبمكونات كمان سهلة جدا جدا جدا. مكونات موجودة في كل البيوت، ومش مش اي حاجة. وهقول لكم كمان الكمية دي كلها طلعت من قد ايه دقيق، وتفطري منها تتعشي منها مع كوباية شاي بلبن كده، حاجة تحفة. نبدأ كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هقول لكم مكوناتي. ده كيلو دقيق، حطيت عليه كيس خميرة، حطيت عليهم 4 معالق سكر، 4 معالق سكر عادي خالص، السكر الخشن، السكر العادي بتاعنا بتاع الشاي. وهنحط نص معلقة صغننة كده ملح، يعني حاجة بسيطة كده، رشة ملح بس، هي دي سنة. ماشي. ونقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض، بصوا بدون اي تعقيدات ولا اي حاجة. هي الكيلو الدقيق عليه كيس خميرة، عليه 4 معالق سكر، عليه رشة ملح. هنا بقى السمنة. السمنة دي العلب العادية خالص، عايزة تحطي سمنة بلدي حطي، عايزة تحطي اللي انت عايزة تحطيه حطي، بس دي السمنة العلب، دي سمنة كريستال. انا بحبها بصراحة. هنحط قد ايه؟ هنحط نص كوبايه، نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. انت عايزه تحطي كوبايه سمنه كامله براحتك، عايزه تحطي كوبايه زبده براحتك، عايزه تحطي اللي انت عايزاه، بس مش هينفع زيت لوحده. يعني سمنه على زيت ماشي، زبده على زيت ماشي، زبده بس ماشي، سمنه بس ماشي، زيت بس لا، زيت بس هينشفها. لكن زيت على سمنة ماشي. يعني انا حطيت نص كوباية زيت على نص كوباية سمنة، فده المقدار ده حلو جدا، وهيطلعها لك حاجة في منتهى الجمال. انا كنت هنا بوريكم ان دي ازازة الزيت، حطيت نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت اهي. وهنحطها بقى ونقلب المقادير دي. دي عمار كان بيقول لكم اعملوا لايك. ما تنسونيش يا حبايب قلبي بالاشتراك وباللايك. وشكرا لاجمل متابعين الجداد اللي دخلوا عندي جديد، متشكرين جدا جدا ليكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب يا حبايب قلبي. هنا بقى اهو، بصوا المكونات حطيناها كلها على بعضها. هنبتدي هنبس عادي خالص، زي ما بنعمل اي حاجه. هنبسها كده، نحاول ان احنا ندخل السمنه والزيت في كل الدقيق، ما نخليش دقيق يبقى ابيض كده، نحاول نخلي ايه السمنه كلها تدخل في الدقيق كله. يعني نحاول نخلي الدقيق كله يبقى ايه، يبقى عليه سمنه، وكله كده متشرب من السمنة. انا عملت الخطوة دي كده، قعدت دخلت الدقيق كله في السمنة و... وخليتها كلها، يعني السمنة دخلت في الدقيق كله، ما بقاش فيه اي حاجة باينة من الدقيق. بصوا اهو عملتها خالص. بصوا هتشوفوا دلوقتي، هتلاقي الدقيق ده بقى عامل زي الرملة، زي الرملة كده. بصوا الدقيق ما بقاش فيه نقطة دقيق باينة، وبقى ايه كله مخلوط بالسمنة. انا لقيت في القعر هنا كده حاجة بسيطة دقيق، فقلت ايه لازم ادخلها في السمنة، يعني كله يدخل في قلب بعضيه. بصوا عامل زي ايه حبيبات الرمل كده، ولما تمسكيها تضميها كده على ايدك تلاقيها اتكتلت، اول ما تفكيها تلاقيها اتفككت معاكي خالص. هنا دي بقى كوباية لبن، عايزة تحطي لبن بس حطي، عايزة تحطي لبن رايب حطي، عندك لبن قاطع حطي، عندك زبادي حطي، اللي انت عاوزاه حطيه. انا هنا حطيت كوباية لبن على كوباية مية، انت عايزة تحطي كوبايتين لبن حطيهم، بس بصراحة انا بحسها باللبن على المية
انا كان عندي اللبن، بس باللبن على الميه بيطلعها اللي هي ولا ناشفه ولا طريه، ولا اللي هي تبقى طريه خالص زي بتاعه الفرنه كده، اللي هي اللي بتبقى سميكه كده وتخينه، اللي هي بتبقى عامله زي الفينو. لا دي مش زيها. دي كده يعني اللي هي تحسيها ولا ناشفه ولا طريه، لا حاجه كده مبسوسه. يعني حاجه بصراحه طعمها جميل وتحفه بصراحه. فانا شايفه ان الدقيق اللبن على على الميه هو اللي بيطلعها بالنتيجه دي، لكن اللبن كله بينشفها، الميه كلها بتخليها تبقى طري. اللبن كله بينشفها، الميه كلها بتخليها عامله زي الفينو، فانا مش عايزاها تبقى زي الفينو. هنا بقى فضلنا نعجن في العجينة كتير كتير كده، علشان نعمل لها عرق، لازم العجينة يبقى لها عرق. هنا الطبق اللي معانا ده فيه قشطة، لسه مرحلته ما جاتش، هوريكم مرحلته بقى هتيجي امتى ان شاء الله. هنا بقى الكيس اللي كان مطرحه دقيق، غطيت بيه بصوا غطيت بيه العجينة، وغطيتها خالص كده عشان خاطر ايه ما تنشفش. هنا بعد ما خمرت بقى العجينة، بصوا حجمها تضاعف ازاي، بصوا حجمها بقى ايه ما شاء الله. نديها بقى بوكس كده، بصوا اهي كده، بصوا نحاول بقى ايه ما نفضيش الخمر كله، ونقطعها كده زي البيضة الكبيرة شوية، يعني حجم البيضاية الكبيرة شوية. هنا جيت اقطع في الطبق، لقيت ايه المكان هيبقى ضيق، فجبت بقى ايه صينيه وقلت اقطع فيها واكور بقى على طول، بدل ما هقطع بس لا هقطع واكور على طول زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بنقطعها ونخليها قد البيضه الكبيره شويه، ونبرمها كده، بصوا زي ما انتوا شايفين، نعمها ونخليها ايه، بصوا الطريقه، نعمها كده ونخليها زي الفل. بصوا شكلها تحفة ازاي. بعد ما نخلص بقى انا هخلص الكميه دي كلها معاكم دلوقتي وانا بكورها كده، وهوريكم بقى هنعمل ايه، واقول لكم هنفردها سمكها قد ايه. لازم سمكها ما يبقاش عالي، عشان ما تعملش زي الكايزر. يعني انت لو سبتيها كده زي دي كده هتبقى عملت معاكي كايزر، لا احنا مش عايزينها تعمل كايزر، احنا عايزينها تبقى قرص مفرودة، وسمكها كده ما يبقاش تخين، عشان ما تبقاش تلكم كده في البق زي الكايزر والفينو وكده، لا احنا عايزينها تبقى ايه قرص، مش فينو. وبصراحة كانت طالعة تحفة وطعمها جميل، ومخلية البيت كده كله ريحته حلوة وريحته جميلة. في الخطوة دي بقى وانتي بتعجني، لو حابة تحطي شمر وينسون، انا كنت بحبها جدا جدا بالشمر واليانسون، حطي شمر وينسون. عايزه تحطي لها اي حاجه في الخطوه دي، ممكن تحشيها جبنه، عايزه تحشيها عجوه، عايزه تحشيها اي حاجه ممكن تحشيها. لكن انا بصراحه ولادي بيحبوها ساده، انا بصراحه بحبها محشيه بالعجوه او بحبها بالشمر واليانسون، بس ولادي بيحبوها كده ساده، فقلت بقى هعملها لهم زي ما هم حابينها، اعملها لهم ساده. بصوا بقى سمكها عامل ازاي، سمكها ولا تخين ولا رفيع، يعني مش رفيعة خالص، لا سمكها حوالي سنتي او اعلى من السنتي شوية. دي بقى بتطلعها لك ان هي قرص، مش بتطلعها لك فينو. فاهميني؟ يا رب تكونوا فاهمين قصدي ايه. انا هوريكم دلوقتي، همسك واحده واوريها لكم بيبقى سمكها قد ايه. سمكها ما بيبقاش عالي، وفي نفس الوقت ما بيبقاش مفرود قوي، لا بصوا احنا بنفردها كده عشان سيبناها ترتاح. اول ما بنفردها كده بصوا بتلاقيها اتفردت معاكي وبقت جميله ازاي. العجينه طريه طراوه جميله بصراحه. جربوا طريقتي دي وان شاء الله هتدعولي. بصوا السمك، بصوا سمكها قد ايه، سمكها مش عالي ومش مش صغير. هنا ايسل بقى كانت واقفه معايا وعماله تقول لي انا هناولك يا ماما، انا هجيبلك وانت تحطي في الصينيه. فايسل كانت واقفه تحت ايدي بصراحه، وده الطبيعي يعني الايسل على طول كده. بصوا سمكها، بصوا السمك بتاعها قد ايه.
جميلة بصراحة ما شاء الله. اعملي بقى كده لولادك واملي بيتك كده روايح حلوة. المعجنات دي في البيت بصراحة بتعمل ريحة كده، وبتعمل حاجة كده جميلة، وكمان انت بتخرجي بقى الطاقة اللي جواكي في العجن دي. فبصراحة جربوا طريقتي دي، هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله طريقتي تعجبكم، جربوها وان شاء الله هتدعولي. هنا بقى كنت القشطه اللي انا قلت لكم ايه لسه مرحلتها ما جاتش. بصوا هنا القشطه انا بدهن وشه قشطه، حابه تدهني دهني، مش حابه تدهني ما عندكيش قشطه لا عادي. انا كنت جايبه اللبن، فطبعا كان عامل على وشه قشطه، فرحت واخداه ايه واخده وش اللبن دوت، وقلت ايه هحطه على وشها. بصراحة بتبقى جميلة جميلة جميلة. جربيها بطريقتي دي هتدعيلي. لو ما عندكيش قشطة عادي مفيش مشكلة، ما تحطيش عادي. مش يعني مش بتفرق في اللون كتير، بس هي بصراحة بتفرق في الطعم، بتخلي طعمه تحفة. فانت لو ما عندكيش قشطة عادي مفيش مشكلة، دخليها بقى على كده الفرن وخلاص، سيبيها بس 5 دقايق، 5 دقايق مش اكتر، عشان ما تخمرش وتعلى قوي معاكي. لا احنا عايزينها بس 5 دقايق ان هي ترتاح، وبعد كده على ما تكوني ولعتي الفرنة والفرنة سخنت، وبعد كده تدخليها بقى ايه الفرن. احنا مش عايزينها تخمر قوي معاكي عشان خاطر ايه ما تعلاش كده وتبقى قرص طريه، اللي هي الطريه خالص دي. لا احنا عايزينها تبقى ايه تبقى حلوه كده، اللي هي ايه ما تبقاش طريه قوي وما تبقاش ناشفه. ف... فبسيبها بس ايه 5 دقايق على ما اسخن الفرن، يعني على ما اشغل الفرن كده وتسخن، وبعد كده ادخلها. عملت 3 صاجات من دي، يعني الصاج ده خرجته وحطيت صاج تاني، يعني 3 صاجات. فما شاء الله طالع معايا كمية كتيرة جدا، طالع معايا كمية ما شاء الله كتيرة وجميلة وطعمها تحفة. بصوا هنا بعد ما خلصت، طبعا ولادي كانوا عمالين ياكلوا ورايحين جايين عليه، هنا كان سخن بقى مولع ما كنتش عارفه امسكه. بصوا طريه وجميله ازاي. هنا ولادي بقى كانوا رايحين جايين، انا اللي اخرجه من الفرن هم يقعدوا ياكلوه سخن. فبسم الله ما شاء الله كانت طالعه تحفه تحفه تحفه. جربوا طريقتي دي وان شاء الله ان شاء الله هتدعولي. بصي لونه من تحت وبصي لونه من فوق، طبعا اللون دوت من القشطه. وبصي لونه من تحت مستوي كده ولونه جميل، وكمان من جوه كده بيبقى هش ومورق وجميل جدا. غير التاني بيبقى من جوه مكلكع كده، اللي هو القرص الطريه خالص دي بتبقى تخينه شويه سميكه، بتبقى من جوه مكلكعه كده ومش حلوه قوي. لكن ده ما شاء الله جميل. بس كده، ودي نهايه الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.